مساء الخير بتوقيت كندا، ومش عارفة دلوقتي يمكن صباح الخير بتوقيت مصر. الساعة عندنا 5:30. أنا لسه جاية من الشغل. أنا كنت متعودة بنزل فيديوهات في الويك إند، بس في سيتويشن كده، موقف حصل، خبر جديد نزل في مصر وأنا حابة أعلق عليه. لأني متضايقة جدا جدا من ردود الأفعال. أنا حطيت بوست على الصفحة بتاعتي، بس حبيت أكتب يعني أتكلم في فيديو أحسن، عشان عايزة أوجه رسالة، لعل وعسى حد يسمع وحد يفهم. أنا مش بحب، يعني المفروض كنت أطلع كل أسبوع، بقالي فترة متوقفة، بس لظروف كده يعني. ساعات بحس ان انا لو ما عنديش رسالة واضحة قوي او دافع قوي جدا ان انا اطلع اتكلم، بحس ان هو انا مش عايزة املى فيديوهات واتكلم وخلاص واعمل ريتش وحاجات كده. يعني مش هو ده الهدف بتاعي من ان انا اتكلم واطلع فيديوهات وقناة وكده. انا هدفي التنوير، وان انا اقول كلمة الحق من وجهة نظري، وان انا اكون على الحياد، ولا مع طرف ده ولا مع طرف ده، واتكلم بمنتهى الامانه. لعل وعسى كلمتي ووجهه نظري توصل لناس وتخليهم يغيروا رايهم. يعني انا عايزه اتكلم على قصه الطفل ياسين، على اللي حصل له في المدرسه بتاعه الكنيسه اللي في دمنهور تقريبا، تبع الكنيسه. و واللي انا عايزه اتكلم فيه مش ان اللي حصل للطفل قد ما هو رد فعل بعض المسيحيين اللي لا يمثلوا المسيح في اي حاجه، وان هم مش مسيحيين، وهم في الاسم بس بطاقه. و... وانا ما يشرفنيش ان هم يكونوا من نفس ديني. الناس اللي تحاول توجد مبررات عشان خاطر ما تطلعش مدرسه الكنيسه عملت العمله البشعه او تسترت على العمله البشعه بتاعت الطفل ياسين، ان هم يوصلوا لمرحله ان هم يقولوا اصل الاب اخوان، اصل الام واصله، اصل الطفل ده ابن عمه اللي بيغتصبه، اصل مش عارفه ايه، اصل ما ينفعش واحد عنده 80 سنه يغتصب طفل ويعمل كده فيه لمده سنه. حرام عليكم، اتقوا ربنا. المسيح تعليمه ما بتقولش كده. بلاش افترا، بلاش افترا. لا، في ممكن راجل عنده 80 سنه يعمل اكتر من كده. احنا عندنا هنا في كندا في رجال عندهم 70 80 سنه بيبتدوا حياتهم بيتجوزوا بنات صغيرين، وبيسموهم الشوجر دادي، وبيخلفوا منهم. هو اصل مفيش راجل طبيعي، ما اكيد طبعا مفيش راجل طبيعي هيغتصب طفل صغير. اكيد اللي بيعمل كده ده انسان مريض نفسي ومريض جسدي وانسان مش طبيعي، وما ينفعش تفكر انت كانسان طبيعي وتقول باللوجيك ان هو ما ينفعش يعمل كده. لما حادثه طفل، الطب الشرعي قال ان الطفل تم اغتصابه، ان الطفل فيه اثار جسديه بيعاني منها. ان الام توصل لمرحله انها تلبس ابنها سبايدر مان عشان ما يطلعش الاعلام، وهي تتصور، ما هي الناس اللي حواليها يعني هتضحي بسمعتها وبسمعه جوزها وبسمعه ابنها. ما هم حتى لو الناس الاعلام مش شايفين صوره ابنها اللي موجود عشان لابس سبايدر مان، بس شايفين الام، فالدايره حواليها. واحنا في مجتمع شرقي ما بيرحمش حد، وبيقعد يتكلم على كل الناس، ناس فاضيه من الاخر كده، ما وراهاش غير اللت والعجن، وعمالين يتكلموا، وانها تطلع بوشها هي. طب هي ما لبستش نقاب ليه؟ يعني لو هي فعلا عامله مؤامره ومخبيه عشان تبين منظر الكنيسه مش عارفه ايه، ما الست تطلع بوشها. يعني الست هتضحي بنفسها وتطلع بوشها والولد وبسمعه الولد، وكل ده عشان يثبتوا ان مدرسه الكنيسه في حوادث اغتصاب. وبعدين هيحصل ايه يعني؟ ايه اللي هيحصل؟ يعني كل التضحيات دي عشان خاطر ايه يعني؟ اصل هو ابوه كان في رابعه، يا سلام، ولا في رابعه ومعظمهم اتقتلوا اساسا لو كان ابوه في رابعه ما كانش ابوه موجود اساسا. يعني فانا مش فاهمه الناس التبريرات. اصل الام معاها فلوس قد كده وخلت المحاميين وخلت القضاء ياخد الحكم في يوم، والعاصفه الترابيه، وخلت المدارس اجازه عشان الناس تتجمهر. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه التفكير ده؟ كل ده مبررات؟ كل ده بتحاولوا تبرروا اي حاجه، اي حاجه بتحصل في الوضع وخلاص؟ لا، ما هو الطفل بقاله سنه، والنيابه ده عشان خاطر هي تبع الكنيسه، عشان خاطر النفوذ. وده بيقول وبيأكد كلامي ان في اتفاقات بتحصل عشان خاطر بيحشروا زي اصوات، عشان لما يعوزوا يمشوا المسيحيين زي الخرفان، ماشي، يقولوا لهم انتخبوا ده وما تنتخبوش ده، حطوا دوت وصوتوا لدوت، ونشيل ده ونحط ده، يضمنوا صوت المسيحيين، فيمشي لهم حاجات كتيره. وبيحصل كلها مصالح، وكلهم محدش فيهم يعرف ربنا، من الاخر كده.
وبعدين ليه ما ليه غريبه؟ طب ما هو في الكنيسه الكاثوليكيه ما كان فيها فضايح زمان لما كان الكهنه بيغتصبوا الاطفال الصغيرين؟ ما هي موجوده يعني هي حصلت قبل كده، حصلت قبل كده. وبعد كده ليه واخدينها على صدركم قوي انتوا المسيحيين يعني؟ طب ما هو المسلمين ما في كذا مره لما انا كنت في مصر كان في حوادث، اللي هو الشيخ المحفظ القرآن اللي كان بيغتصب العيال عنده وكتبوها في الجرايد. ما طلعوش ليه المسلمين السلفيين ولا الاخوان قالوا انتوا كده بتسوقوا سمعة الاسلام ومنظرنا قدام ناس احنا معانا شركاء في الوطن مسيحيين؟ في ايه يا جماعه؟ ما تصحوا بقى من فكره المؤامره اللي انتوا عايشين فيها على طول، كأن الناس على طول بتتآمر عليكم، والناس كلها على طول كرهاكوا، الناس كلها على طول مضطهداكوا. في حوادث طب بس في اضطهاد في كل حته في العالم. طب احنا عايشين في كندا، معنى ده في بلد الحريات وبلد القوانين، انا مش بضطهد يعني؟ ما انا بضطهد، ما في عنصريه وبنضطهد عادي جدا في الشغل وفي المحلات وفي الامان، وبناخدها عادي وبنتنح وبنرد على بعض. ما بروحش اقول اصل كندا دي بقى وحاسبها وهمشي وهعمل اصل انا بيضطهدوني في كندا. طب ما انتوا بتسيبوا مصر وبتيجوا كندا بيتم اضطهادكم. يعني الناس المصريين اللي سابوا مصر عشان خاطر اضطهاد والدافع بتاعهم الاضطهاد، انت جاي عايش قوي يعني محدش بيضطهدك؟ مفيش واحد ابيض بيضطهدك؟ مفيش مدير مش عارفه بيعمل لك ايه في الشغل؟ بتاخد حقوقك تالت ومتلت زيك زي الكندي الاكبر عن جد عن سبع جد على لونه ابيض، وانت بشرتك مش عارفه ايه جاي من ميدل ايست. فانتوا يعني انتوا ازاي كده؟ احنا مش عايشين في عالم مثالي؟ بس خلي عندكم ضمير، قولوا كلمة الحق وما تاخدوش كل حاجة على ان هو ده مسيحيين وبيسوقوا سمعتنا. المسيح ما كانش كده، ده كان يقول يصنع خيرا. انا يعني كان بيعطف على كل الناس، كان بيعطف وكان بيعمل معجزات مع كل الناس، مش بس حتى اليهود. ده القائد الروماني لما جاله، وكان القائد الروماني ده العدو اللي هم كانوا محتلين فلسطين ساعتها وبيت لحم واورشليم والحتت دي، وكانوا بياخدوا الجزيه من الشعب الاسرائيلي ساعتها، من اليهود كانوا بياخد منهم جزيه الرومان. ولما جاله قائد الروماني وقال له انا عندي عبد في البيت تحنن وتعالى اشفي لي عبد واعمل معجزه، المسيح كان عايز يقوم معاه ويروح لغايه بيته. قال له لا، انت ما انا ما استاهلش انك تحت بيتي، انا اقول كلمه فيبرأ غلامي. وشفاله الغلام وقال انا ما شفتش ايمان مثل ايمان الراجل ده. ما راحش قال له ايه ده انت قائد روماني، انت المستعمر، انتوا بتعذبونا، انت تاخدوا مننا جزيه، لا انا مش هشفي لك الغلام. ففعلا يعني موضوع مستفز، ردود فعلكم مستفزه، بتنم عن جهل وتعصب وتخلف رهيب رهيب. سبتوا مش عارفه المشكله الاساسيه ومسكتوا في حوار ده بيرد على مين، ده بيعمل مين. ده طفل صغير في مدرسه اتعرض لاغتصاب لمده سنه. هو محدش فيكم عنده عيال؟ طب اخواتكم ما عندهمش عيال؟ طيب انتوا قرايبكم ما عندهمش عيال؟ هم خلاص ما بقيتوش يعني مفيش احساس خلاص للدرجه دي؟ انتوا بداتوا تيجوا على الضعيف. ما هم اصل هم جم على الستات، والست اللي جوزها يضربها واللي هيموتها، ما ده الطرف الضعيف في مصر. وبالنسبه للكنيسه والمسيحيين ده الطرف الضعيف، الطفل والام والامهات والستات. فهم بيجوا على الستات لأما يكفروهم في عيشتهم، يخلوهم يروحوا يهربوا ويأسلموا ويجيبوهم برضو بالعافيه ويخفوهم ويهددوهم، واصل دي مش عارفه شمت ايه، اصل دي مش عارفه اتخدرت في ايه. يجوا بقى بعد كده على الاطفال يجوا عليهم برضو. مش معقول، مش معقول. وطبعا احنا ما فيش قانون، يعني لو في بلد محترمه فيها قوانين وما فيهاش المحاذاه عشان خاطر مصالح شخصيه، ما كانش الموضوع وصل لكده. وجايين في الاخر لقطه اعلاميه من اول جلسه حكموا عليه بالمؤبد. اما نشوف بقى بعد كده هيطلعوه افراج صحي ولا يهبب ايه. ومديره المدرسه اعصابها تعبت راحت تعالج في امريكا، هربت على اباط المهجر عشان تلاقي نفسها هناك وعامله دور الضحيه. الحق حق والباطل باطل. المفروض واحده دي تمنع من السفر اصلا، دي متواطئه في الجريمه. الداده ولا المدرسه دي المفروض تتحاكم. وبعد كده المسلمين يعني هيجيبوا صوره واحده محجبه مسلمه يضحوا بيها برضو، يحطوها على الفيسبوك وينزلوا صورها عشان خاطر يثبتوا ان الكنيسه مدرسه الكنيسه متورطه. يعني هيضحوا بالولد وسمعته والاهل وسمعتهم، واحده محجبه وسمعتها، كل ده عشان خاطر ايه؟ عشان يثبتوا ان في كنيسه مدرستها فيها تحرش. يا سلام. يعني حاجه لا يصدقها عقل،
حقيقي، وقلبي مع الام وقلبي مع الطفل. وانا مش عارفه اقول اسفي، يعني مش عارفه، انا يعني اتمنى ان انا يعني صوتي يوصل لهم. انتوا حقكم على راسنا، وكل ومن اول البلد غلطانه. كنيسه غلط، المفروض كانت تطلع، تعمل تحقيق، تطلع بيان رسمي، تعترف بالغلط وتعتذر عن المهزله اللي حصلت جوه مدرستها دي. لو مش قادرين يدوروا، اصل مدارس وحاجات دي كلها بيزنس، وانا قلت قبل كده كنايس بدات تعمل بيزنس، معارض ومنتجات ومدارس، ويعني فلو انتوا مش قادرين على ان كنتوا تدوروا بيزنس، خلاص بلاش، خليكم في الكنائس وفي الصلاه وخلاص. لو مش قادرين تكونوا بروفيشنال في الشغل بتاعكم، لو انتوا بغض النظر عن انتوا كنيسه، لو انتوا مدرسه وحصل فيها مصيبه زي دي، المفروض اي مدرسه بروفيشنال تقوم وتتكلم وتطلع بيان وتمسك الناس تحاسبهم، ما تستطرش عليهم. لكن لو انتوا مش قادرين تخشوا مجال التجاره ومجال الاعمال وتكونوا بيزنس اونرز بروفيشنال، خلاص بلاش منها، ارجعوا بقى لدوركم الاساسي. الكهنه بطلت تزور الناس وبطلت تفتقد وبطلوا يعملوا كل قاعدين بقى منشغلين بقى بالسياسه وبالاقتصاد وبالتجاره، ويعني مش فاهمه، سابوا دورهم الاساسي وعمالين يعملوا في ادوار فرعيه. ف يعني مصممين يسيبوا دورهم الاساسي. وللمسيحيين حبايبي، ما هو سفر الرؤيا عندكم، وسفر الرؤيا بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن الكنيسه في اواخر الايام، وان هيبقى فيها حاجات كتيره مش مظبوطه، وان في اساقفه وكهنه هيروحوا الجحيم بسبب اللي عملوه في الشعب وسبب عملوه في الكنيسه. ولا هو سفر الرؤيا ده برضو متآمر على المسيحيين؟ ليه مستغربين ان في حاجات ممكن تحصل كده؟ قولوا كلمه الحق وبطلوا تتساقوا كالخرفان. فكروا. خلص الكلام. سلامي ليكوا وأسفي لقصة الطفل ياسين وحقكوا علينا. أشوفكم الفيديو الجاي.